يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك كيكه الشوكولاته باسهل وابسط طريقه، وهنعمل صوص اقتصادي من قلب البيت بدون شوكولاته خالص ولا الكلام ده خالص. يلا بينا. بس قبل ما نبدا الفيديو كده هوريك بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس برضه لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهديني المحترمين. لايك وشير وسبسكرايب لوصل مميزه. اتمنى يا جماعه تشيروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فايده للجميع. واتمنى منكم طبعا هسيب لكم لينك فتحت صفحه جديده على الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيب له اللينك بتاعها برضو هسيبه في صندوق الوصف. اتمنى منكم تدخلوا وتعملوا متابعه علشان الصفحه تكبر بيكم زي ما صفحه اليوتيوب كبرت بيكم كده، وصفحه برضو التيك توك كبرت بيكم. اتمنى تنوروني هناك، ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا في الاول كوبايه من الحليب. طبعا ممكن تحطي ميه مفيش مشكله خالص، ومعايا كوبايه من السكر. وحدي كوبايه، الكوبايه واحده بس اللي انت تعمليها بها كل حاجه. ومعايا كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام المر. كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام المر تعادل 40 جرام. ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت بتعادل 180 جرام. طبعا انا مش هحطها دلوقتي، انا بوريها لكم بس، لكن انا هحطها سرسوب كده والخلاط شغال عشان القوام يتقل معايا. علشان طبعا انا هشيل شويه من دول علشان هي دي الصوص اللي انا بحطه على وش الكيكه. هشيل حوالي نص كوبايه من الصوص ده، والباقي هسيبه علشان اكمل مكونات الكيكه في قلب الخلاط. لحد كده متفقين. بعد كده هننزل نزود بقى السكر، ننزل كمان بنص كوبايه من السكر. وهننزل بثلاث بيضات كبار، لكن ده يا جماعه كان بيض بلدي علشان كده حطيت 4 لان كان صغير خالص. لكن لو بيض عادي هتحطي 3 بيضات بس يا ست الكل. انا مش عايزه اكلفك خالص. ومعايا 4 نقط من الفانيليا السايله، او ممكن تحطي باكت او 2 من الفانيليا الحبيبات. وهنرجع نضربهم تاني كويس قوي في الخلاط. وبعد ما ضربناهم هننزل بالخليط في طبق كده زي ما انت شايفه يا ست الكل. طبعا الشفشق الخلاط بيبقى فيه يا جماعه برضو بواقي، لازم تجيبيها ان شاء الله، تجيبي شويه ميه كده وتهزي الشفشق وتجيبي البواقي كلها علشان طبعا دي متاثرش في الوصفه معاكي. وبعد كده هننزل بالدقيق. معايا 2.5 كوباية من الدقيق. اهم حاجه توحدي الكوبايه اللي انت بتستخدميها في السوائل في الدقيق وفي كل حاجه. هنبدا ننزل بالدقيق تدريجي مع التقليب زي ما انت شايفه يا ست الكل. طبعا السر خير دليل. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت كده يخطر على بالك. يعني ورده جميله زيك او وجه مبتسم والله يسعدني كتير. وحابة أشكرك كتير كتير كده من الأرض لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي فعلا والله هي اللي بتفرحني وتشجعني إن أنا أشتغل، وبحاول أجيب لكم يعني أقصى ما عندي الصراحة. ما تجيش طبعا إلا من أجمل إخوات في الدنيا، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، أجمل إخوات في الدنيا ومفيش كلام بعد كده. ونرجع للفيديو بتاعنا. شايفين أنا هحط 2.5 كوباية من الدقيق زي ما انت شايفة كده. طبعا بتقلبي تقليب مستمر زي ما انت شايفه بالمضرب اليدوي. ما عندكيش مضرب يدوي زي ده ممكن تقلبي بايدك، مش لازم ده خالص يا ست الكل. هننزل باخر نص كوبايه اللي انا بقولك عليها وهنبدا نقلب. طبعا ده مش قوام كيك خالص اللي انتوا شايفينه، ده قوام تقيل. لسه عايز بقى التكايه والحركات بقى اللي هتخلي الكيك معاكي طري وجميل جدا. هنزل بكوبايه الا ربع من الحليب مغلي، لازم يكون مغلي او ميه. نسيت احط ملح في الاول فرشيت رشه من الملح دلوقتي. كوبايه الا ربع من الحليب المغلي او كوبايه الا ربع من الميه على حسب. حطيت عليهم معلقه من الزبده، وده اختياري، لو حابه تعمليها ماشي، مش حابه خلاص. حطيت معلقه زبده وسيحتها في قلب اللبن. وبعد كده هنقلب لحد ما الخليط قوام يفك معايا. ما تخافيش يا ست الكل، البيض مش هيجراله حاجه، مش هيستوي في الكيك. ده الخطوه دي بتخلي الكيك طري جدا معاكي. شايفين تحسي ان القوام ايه طري معاكي كده. ما تخافيش خالص طبعا علشان هو سخن بس. نبدأ نقلبه كويس قوي. حد هيقول لي فين البيكنج باودر؟ هقول لك يا ست الكل، هو دي برضو التكايه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. هنعمل محسن طبيعي للكيك. هننزل بباكت من البيكنج باودر بيعادل 22 جرام، وهننزل عليه بمعلقه كبيره من عصير الليمون. هتحسي بفوران كده. هو ده يا جماعه المحسن الطبيعي اللي انا دايما بعمله في الكيك معايا، او في المخبوزات برضو بعمل كده. بيخلي الكيكه معاكي هشه وطريه، يعني طراوه فوق الوصف. شايفين تحسي بهشاشان كده.
يعني تحسي وانتي بتقلبي عجينة الكيك بعد ما تحطي البيكنج باودر والليمون تحسي انها هشة معاكي اكنها كريمة وهايشة كده. تفضلي تقلبي كويس قوي ما يقلش عن دقيقتين اتنين علشان تضمني اللي هو الخليط يندمج معاكي كويس. في الوقت ده معايا صينية مقاس 25. طبعا لو ما عندكيش قالب كيك ونفسك تعملي قالب كيك هتجيبي كوباية وتدهنيها دهنة من الزيت وتحطيها في الوسط، وبعد كده هتحطي الكيك عادي، بس لازم تدهنيها كويس دهنة من الزيت علشان تطلع معاكي بعد ما يستوي. هتاخد معاكي بالظبط في الفرن من 35 دقيقة ل40 دقيقة على درجة حرارة 180. 180 دقيقة يعني متوسطة، مش عالية قوي ومش هادية. بعد ما طلعت غطيتها بفوطة كده وسبتها بس 10 دقايق، وبعد كده الكوباية طبعا سخنة حاولت اشيلها معرفتش، بلفها كده وبشيلها بمنتهى السهولة، مش بيجرالها حاجة خالص. لو انت حابة تعملي قالب، الكيكة دي بتتحط في مقاس الصينية من 25 ل30، مفيش مشكلة خالص. وابدا اقلبها اهو زي ما انت شايفه. وهنعمل الصوص. طبعا الصوص لو انت حسيتي ان هو تقيل حطي له معلقتين 3 من الحليب، انا عملت كده. الصوص حسيت انه تقيل كده حطيت له معلقتين من الحليب عشان يفك شويه معايا. وبعد كده هتحطيها على وش الكيك. طبعا انا هسيب لك المقادير، انا قلت لك في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام، علشان لو انت حابه تعملي بقى بالكوبايه من الميزان اللي انت حباه يا ست الكل. طبعا يا جماعه انا بسيب المقادير في صندوق الوصف على اليوتيوب، عشان في ناس كتير بتبعت لي انت بتسيبي فين صندوق الوصف ده، علشان توصلي له هتضغطي على العنوان بس مره هيظهر لك كلمه المزيد، هو ده المزيد بيظهر بقى صندوق الوصف فيه كل حاجه، فيه اللينكات بتاع الفيديوهات اللي هي في بدايه الفيديو، وفي المقادير وفي كل حاجه. علشان في بعض الناس يا جماعه بيبعتولي بيقولوا لي صندوق الوصف ده فين. شايفين زي ما انت شايفاه، وبحط الصوص عليها. الصوص مش خفيف كويس، حطيت طبعا عليه معلقتين من الحليب علشان اخففه شويه كده. وبعد كده بتبداي تقطعيها. بصراحه انا عايزاكي تجربيها وترجعي تاني تقولوا لي رايك فيها، انا واثقه انها تعجبك 100%. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه القوام بتاعها متناسق من جوه؟ تبداي تقطعيها زي ما انا بقطعها كده. لو انت هتحتفظي بيها في التلاجة عادي خالص، هتحطيها في علبة محكمة الغلق وتحطيها في التلاجة وتسحبي منها. عايزة تاكلي بقى اللي تاكليه، والباقي تحطيه في علبة محكمة الغلق وتحطيه في التلاجة. هيقعد معاكي لمدة يمكن اسبوع، هتفضل طرية زي ما هي. بس اهم حاجة اقفلي العلبة تكون محكمة كويس علشان الهواء بتاع التلاجة كده ما ينشفهاش معاكي. شايفين الجمال؟ طبعا الصورة خير دليل. طيب ناكل منها كده واوريكي الطراوه بتاعتها عامله ازاي. شايفين طريه ازاي؟ طبعا هي الصوره الطعم، طبعا الطعم انا اللي دقته انتوا ما دقتوش. اما تعمليها بقى هتدوقي الطعم وترجعي لي تاني، انا واثقه انها تكتبي لي تعليق وتقولي لي ان هي جميله جدا. واسيبكم برعايه الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.